هل فستون مايلي فعلا هيجي الاهلي ولا لا؟ هل هينتقل من بيراميدز للاهلي ولا لا؟ خلينا نتكلم بصراحة. عموما ان الاهلي حاطط ميزانية 2.5 مليون دولار كحد اقصى هيقدر يدفعه في مهاجم. ففيستون مايلي يعتبر لاعب حر وعاوز فلوس اكتر من كده بشوية، وبالذات انه جاي له عروض من ليبيا ومن السعودية ب3 مليون دولار و4 مليون دولار، وبالذات ان بيراميدز انسحبت من الصفقة وان هم عاوزين ينزلوا بالعمر شوية في بيراميدز، وان خلاص بالنسبة لهم فيستون مايلي كبير وعنده 33 سنة، والاهلي يعتبر يعني برضك مش مجنون ان هم يدفعوا الرقم ده في لاعب عنده 33 سنة هيلعب موسم موسمين وكده. بعيدا ان اللاعب عن جودة اللاعب واللي احنا شفناه منه بالذات في نهائي افريقيا قدام اهلي جدة، واللاعب في السوبر الافريقي كان شادد فريق بيراميدز وتقدر تبني عليه، ولاعب فينشر رهيب وحاسم قدام ال 18. بس الاهلي حاطط مبلغ معين. الاهلي دلوقتي اصلا باعت ناس في المغرب كشافين بيشوفوا مهاجمين ان الاهلي بيحاول يخلص مع لاعب من افريقيا يكون حدود الفلوس بتاعته 2 مليون دولار ولا حاجه، ويقدر يجي ويخش سيستم النادي الاهلي، وبالذات ان الاهلي مش عاوز يدفع فيه كتير. والاهلي عرض على واحد زي فيستون مايلي 2.5 مليون دولار. اللاعب عنده استعداد يفضل في الاهلي ويلعب في الاهلي بسبب اسم الاهلي وتاريخ الاهلي والكلام من ده. برضو ابراهيم فايق طلع امبارح وقال لك خليها على صفقه يوسف بالعمري، وكل الناس قاعده تتكلم قال لي الاهلي خلص الصفقه ديت ولا ما خلصهاش. خليني اقول لك ابراهيم فايق قال لك ايه، الاهلي تعاقد مع يوسف بالعمري مقابل 600 الف دولار، واللاعب وقع على العقود. وحصل تفاوض كمان من الاهلي مع مع لاعب زيسكو الزامبي تحت السن، وكان في شبه اتفاق مع اللاعب، والراجل طلب زياده في الفلوس لان بيراميدز عرض عليه رقم اكبر، والوكيل كان ليه طلبات معينه، والصفقه وصلت ل 800 الف دولار. فالاهلي لغايه دلوقتي ان عاوز مهاجم كمان تحت السن، وكان لاعب زيسكو ده بالنسبه للاهلي كنز، لغايه ما بيراميدز دخلت بفلوسها وان هم عاوزين يخطفوا الصفقه وعارضين للاعب فلوس اكتر من الاهلي، فممكن اللاعب يروح في الاخر بيراميدز. خلينا نتكلم على جليتشار، هل هيمشي من النادي الاهلي ولا مش هيمشي؟ هيفضل في النادي الاهلي او لا؟ خلينا نتكلم على الموضوع ده باستفاضه. على كلام خالد الغندور قال لك ان الاهلي قدر يقنع جليتشار بفكره الرحيل لنادي في الدوري المحلي خلال الفتره الحاليه، واللاعب خارج من حسابات الجهاز الفني وما بقاش داخل خطط الفريق نهائيا. واقرب الانديه هي سيراميكا كليوباترا، لكن سيراميكا مش هيتحمل راتب اللاعب او هيدفع حاجه للاهلي. على الدغري اللاعب بياخد فلوس كبيره، وسيراميكا كليوباترا شايفه ان هو هيستفيد من لاعب زي جليتشار معاه، ولكن في نفس الوقت هيحل للاهلي ازمه في قائمه الاجانب. ماشي. فهو ممكن يتم دفع فلوس للاعب تصل الى 400 الف دولار في حال انتقاله، بجانب اتمام صفقه انتقال مروان عثمان من سيراميكا. وإدارة الأهلي بتكثف محاولات لتسويق جريتشار محليا. فاللاعب هيفضل في الأهلي أو هيمشي؟ هو اللاعب متمسك إنه يفضل في الأهلي، شايف فرصة مش هتتعوض له بالذات الفلوس اللي بياخدها في الأهلي، فاللاعيبة متمسكة بالنادي الأهلي ومش عاوزة تمشي. هل هيروح بقى سيراميكا؟ هل هيمشي نهائي هو يشوف نادي؟ هل الأهلي هيدفع له الفلوس كلها؟ وبالذات إن الأهلي مزنوق جدا في الحوار دوت بسبب إن هو عاوز يدفع، عاوز يجيب لعيبة أجانب وإنه يطلع لعيبة من القايمة بتاعت الأجانب. فهنشوف الفترة الجاية الأهلي هيعمل إيه.